النهاردة هنتكلم عن القديسة العظيمة الشهيدة دميانة. اتولدت القديسة دميانة في منطقة البرولوس بمحافظة الدقهلية في مصر من أب وأم مسيحيين في أواخر القرن الثالث الميلادي. كان اسم باباها مرقس، وهو كان والي على مدن البرولوس والزعفران. باباها كان بيحبها جدا، لكن للأسف مامتها كانت اتنيحت وراحت السما، ودميانة سنها صغير قوي. باباها رباها واهتم بيها جدا، وكانت دميانة بتحب تصلي وتصوم. وفي يوم من الأيام بابا دميانة قال لها إن في أمير كلمه وعايز يتقدم لها عشان يتجوزها. دميانة رفضت وقالت لا، أنا مش عايزة أتجوز يا بابا، لكن أنا عايزة أكون عروس المسيح وأعيش بس لربنا. باباها قال لها خلاص يا بنتي، طالما دي رغبتك أهم حاجة تكوني مبسوطة. قالت أيوة هكون مبسوطة علشان أنا عايزة أكون بتول. ودميانة طلبت منه إنه يبني لها قصر كبير ليها ولصحبتها 40 عذارة، والقصر ده يكون بعيد عن المدينة والزحمة علشان تعيش فيه لربنا وتفضل تصلي وتصوم. باباها قال لها حاضر يا دميانة، أنا هبنيلك القصر ده. وفعلا بابا دميانة بنالها القصر، وعاشت هي 40 عذارة لوحدهم. دميانة كانت دايما بتشجع 40 عذارة إنهم يصلوا ويصوموا ويقروا من الكتاب المقدس، وعاشوا حياة جميلة قريبين ليسوع المسيح. في يوم من الأيام الملك دقلديانوس بعت للوالي مرقس بابا دميانة إنه يروح له القصر. الملك دقلديانوس ده كان شرير جدا جدا وبيكره المسيحيين، فقال لمرقس هتفضل تعبد ربنا بتاعكم وتصلي وتصوم؟ أنا بقى عايزك تنكر إيمانك وتبخر للأصنام حالا. رد عليه مرقس وقال له لا يا جلالة الملك، أنا مسيحي وعمري ما هنكر إيماني بربي يسوع. طبعا الملك دقلديانوس غضب جدا وقال له ماشي يا مرقس، يبقى انت كده مش خايف على بنتك دميانة. انا بقى هبعت لها واخليها تقضي ايام صعبة جدا وهأذيها. طبعا مرقس اللي هو بابا دميانة زعل جدا وخاف على بنته، وقال لدقلديانوس لا إلا بنتي، سيب بنتي. وحصلت حاجة غريبة، الوالي مرقس أنكر إيمانه وبخر للأصنام. وفي الوقت ده كانت دميانة 40 عذارة بيصلوا ويصوموا وقريبين قوي ليسوع المسيح. وفي يوم من الأيام جه خبر لدميانة زعلها جدا، هو إن باباها الوالي مرقس بخر للأصنام. دميانة اتضايقت وفضلت تعيط، وراحت دميانة لباباها وقالت له انت ازاي يا بابا تعمل كده وتبخر للأصنام وتنكر إيمانك بيسوع المسيح؟ قال لها سامحيني يا بنتي، أنا ضعفت جدا. وقالت دميانة خلاص يا بابا، انت دلوقتي حالا تعلن إيمانك بربنا يسوع وتتوب، وأكيد هو هيسامحك. والوالي مرقس راح للملك دقلديانوس وأعلن إيمانه وقال له أنا مسيحي ومش هبخر لأي أصنام بعد كده. والملك أول ما سمع الكلام ده غضب جدا وأمر بتعذيب الوالي مرقس عذابات شديدة. وبعد كده أمر دقلديانوس بقطع راس مرقس، واستشهد الوالي مرقس ونال إكليل الشهادة. دقلديانوس بعد ما سمع الكلام اللي قاله مرقس إنه مسيحي ومش هينكر أبدا إيمانه، فهم إن السبب ورا ده هي بنته دميانة. دقلديانوس أمر حراسه إنهم يجيبوا دميانة هي 40 عذارة للقصر. بدأ يقنع دميانة إنها تنكر إيمانها بربنا يسوع. قالت لأ، أنا مش هنكر إيماني بإلهي وحبيبي يسوع المسيح. دقلديانوس غضب جدا
وأمر بتعذيب دميانة هي وال40 عذارى بأصعب وأشد العذابات. وهي في وسط عذاباتها كانت دميانة بتصرخ وبتقول: يا رب انقذني يا يسوع، أنا بحبك قوي، ما تسيبنيش يا رب. فجأة السجن نور وظهر لها الملاك ميخائيل وقال لها: السلام لك يا دميانة، ربنا بعتني ليكي علشان أشفيكي وعلشان أقولك انتي قريب هتيجي السما عندنا انتي وال40 عذارى. فرحت قوي دميانة وقالت: السلام لك يا ملاك ميخائيل. واستشهدت دميانة يوم 3 طوبة وأخدت أكاليل نورانية جميلة قوي. بركة شفاعة القديسة دميانة تكون معانا.